بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش صلي بس على سيدنا رسول الله. هل مش هطول عليك، هل حسين الشحات وقع للأهلي ولا وقع للزمالك ولا وقع للنادي العربي؟ خدها مني، ولو كلامي مش صح الغي يا عم متابعتك او اشتراكك، واذا كلامي صح اشترك في القناه وفاعل عشان يجي لك الناس اللي ما يقولوها اليوتيوبر دول. انا هقول لك وبالدليل، يعني هقول لك انا اسبابي وخدها مني واعتبر كلامي اي كلام، بس هتشوف الواقع الايام هتثبت لك يعني ان حسين الشحات وقع للنادي الاهلي خلاص. واللي انت شايفه الاعلام ديتي وكل حد ما يجتهد ومش عارف ايه وبتاع، هو لا وقع لا للزمالك ولا عاوز يروح نادي عربي. ليه؟ الاسباب هقول لك انا. اولا هو كان في النادي العين الاماراتي وقاتل عشان يجي الاهلي، وتخلى عن فلوس وملايين عشان يجي الاهلي. فالتجربه العربيه هو اصلا ما بيحبش الغربه، يعني الغربه بالنسبه له يعني شويه متعب. هو اوريدي في اكبر نادي عربي، هيدور ليه على نادي عربي؟ تاني حاجه لو علي فلوس، لو علي فلوس ما كانش ساب في العين الاماراتي وجا الاهلي عشان لو على فلوس. يعني سيبك من الكلام اللي في الاعلام ده كله، فهو الموضوع الفلوس وموضوع الانديه العربيه هو الاهم من ده كله. اللي يثبت لك كلامي انه الكلام اللي انا ما اقوله لك صحيح، انه الاهلي لو شك للحظه انه حسين الشحات مع يماطله او الاهلي قدم له طلبات وهو قال افكر لا ادوني مهلي ومش عارف ايه، ما فيش حاجه الكلام ده في الاهلي. والدليل رمضان صبحي قالوا له معاك ساعي، هتمضي اهلا وسهلا، مش هتمضي معاك ساعه ترد علينا فيها. بعد الساعه قالوا له ايه؟ ما قالوا لهوش، طلعوا في الاعلام قال لك انتهت علاقه رمضان صبحي بالنادي الاهلي. فرمضان صبحي ساعتها كان مؤثر اكثر من حسين الشحات دلوقتي. ليه؟ الاهلي عنده بدل حسين الشحات ثلاث بدايل. اي نعم فايق حسين الشحات بس ممكن ما يفوقش، يعني مستواه يطلع وينزل. عنده عبد القادر تقريبا نفس الشحات ويمكن اعلى شويه في السرعه وفي القوه. عنده طاهر محمد طاهر لما ما يبقى فايق ما يبقى زي حسين الشحات، واحيانا كثير ما يبقى دفاعيا اقوى وهجوميا اقوى. عنده بعد اسمه مين ده، خليل، اللي هو الواد الشاب ده مش عارف اسمه ايه، خليل كده برضو، ده ما شاء الله عليه. فخدها مني، حسين الشحات موقع للاهلي ومخلص ومترستك وسايب الناس في الاعلام تقول وتروح وتجي عشان الانديه المنافسين ممكن تروح للشحات المهم حسين الشحات وقع رسميا للنادي الاهلي. خدها مني.